السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم في ازاي مصروفي يكفينا لاخر الشهر، وكمان على حسب شطارتك انت ممكن تحوشي منه. هقولكوا على الافكار اللي انا بعملها وبتساعدني. كملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان انا بتعب في الفيديوهات دي قوي، وميرسي على دعمكم. اول واهم حاجه نعملها اول ما ناخد المرتب على حسب المرتب بالشهر او بالاسبوع. نطلع جزء بسيط صدقه، حتى لو 5 جنيه. انا شفت قبل كده فيديو، واحده كانت بتقول ممكن ان احنا نجيب كيس بسكوت، واحنا لما ننزل مثلا ناخده معانا، واي حد نقابله ممكن نديله منه، تحتسبي ده بنية الصدقة. فممكن تبدأي بأي حاجة بسيطة، ان انت تشيلي مثلا احنا بناخد مرتب 5 قروش، احنا هنشيل منه نص قرش، النص القرش ده هيكون توفير. ده بداية كده، انا معظم الكلام هيكون عن المصروف الشهري، عشان ده النظام اللي انا ماشية بيه. هننزل السوق مرتين في الشهر، اول الشهر هنجيب طلباتنا كلها، لحوم وفراخ والخضار اللي يكفينا اسبوعين. حاجة مهمة بقى عايزة اقول لكم عليها، هي فعلا بتوفر معايا كتير بالنسبة للفراخ. الفراخ معظم الناس بتقول ان هي بتجيب فرخة واحدة كبيرة، وزنها مثلا 3 كيلو او فيما فوق، علشان تقطع منها ستريبس وبانيه ودبابيس، بتعمل منها كذا حاجة. للأسف النظام ده مش ماشي معايا. الفراخ حتى لو جبتها 3 كيلو هتقطع على 4، هم الأربعة. فبقيت أجيب أجزاء الفراخ، إن هي بتكون لوحدها، مش بتحملني طبعا تنظيف الفراخ والحاجات اللي جواها، لأن برضو دي أنا اللي بدفع تمنها. فكده ممكن تجيبي مثلا وراك، وفي ناس بتبيع صدور على حسب بيت كل واحد بيحب ايه. بيكون اوفر بصراحة معايا، والكوادر اونس بجيبها ممكن اعمل منها وجبة. اجنحة ممكن نعمل منها وجبة. بشتري الحاجات دي كل مرة على حسب الوجبة اللي انا عاملها. انا بكون معظم الوقت بكتب منيو مثلا 15 يوم، وفي النص كده بقى بحاول انوع بناكل بواقي الاكل. فكده اول ما تاخدي الفلوس هتقسميها بروتين، بكليات، واخر بند المنظفات. المنظفات اللي وفر معايا فيها الصابون بتاع الاطباق، انا بجيبه سايل، هو بيبيعه غالي بس هو بيكون اوفر من اللي فيه. انا كنت بجيب فيه الجيركن 4 كيلو، اخر مره كنت جايبه ب85. لما بيملالي الجيركن ده بملاه بأقل من نص السعر ده اصلا، وبيقعد معايا وقت كبير وبيكون كويس. حاجة كمان في المسحوق، حاولوا لو سمحتوا ما تجيبوش اي مسحوق سايب. حافظوا على المسارات بتاعتكم سواء اوتوماتيك او نص اوتوماتيك. انا كنت بجيب اوكسي، ولما نادي شويه بجيب حاليا باهي، وما شاء الله كويس جدا. وفي اوفر تقريبا عليه الفترة دي، انا جبت شكارة 2 كيلو ونص وعليها 300 جرام، كان ب 130 جنيه. فطبعا كيلو كده واقف بأقل من 50 جنيه، وكده طبعا كويس. حاجة كمان الحاجات اللي بجيبها سايبة، الكلوروكس الألوان، الكلور الأبيض، الديتول، المعطر بتاع الملابس، معطر الجو. دول بيفرقوا معايا جدا 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 وبيوفروا كتير. حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، اي حاجة بتجيبوها معلبة من السوبر ماركت حاولوا تجيبوها من عند عطار كويس، او من قسم اللي في السوبر ماركت الحاجات السايبة. المكرونات، الرز، الدقيق، الحاجات دي لو جبناها سايبة بتوفر كتير قوي. وكمان التوابل لو جبناها سايبة من عند عطار كويس بتوفر معاها كتير قوي. وبس كده خلصنا الفيديو، دي اهم الحاجات اللي انا بعملها وفعلا فرقت معايا. ده بالنسبة لبند الغداء. بالنسبة لبند الفطار والعشاء هعمل لكم فيديو عليه ان شاء الله المرة الجاية عشان تستفيدوا.